السلام الله عليكم الخوت. الاحداث ديال الفيلم ديالنا كتدور على واحد طفل صغير عنده 6 سنوات اللي قتلوا له العائله ديالو في الحرب، وغادي يقرر ينضم للجيش باش ينتقم، واللي غادي يكون في روسيا سنه 1942 ايام الحرب العالميه الثانيه، مع البطل ديالنا الصغير سيلفي اللي كانوا عايشين بسلام هو وامو خوه. وكنشوفوا سيلفي هو كيحكي للام ديالو بانه طلع للشجره بوحديته وما خافش يطيح، ولكن فجاه غادي تدوز من فوقهم واحد الطياره حربيه، واللي خافت الام ديالو وبقات كتغوت على ولادها باش يتخبعوا. ولكن سيلفي قال لها بانني ما خايفش وما غاديش نمشي نتخبع، وغادي يجبد النبله ديالو وغادي يشير على الطياره وغادي تفجر بالصدفه، وغادي يبدا كيقلب على الام ديالو خوه اللي ما غاديش يلقاهم، وشويه غادي يفيق من النعاس وغادي يعرف راسو بلي كان كيحلم، وغادي ينوض مخلوع وغادي يبدا كيقلب على الام ديالو. شويه غادي يدخل عنده واحد المراه من الجيران وغادي تشوفو غادي تعنقو وغادي تحمد الله حيت باقي عايش، وغادي تقول له بان خوك وام ديالك ماتوا وخاصك تهرب ضروري باش ما يقتلوكش حتى نتايا. غادي يشوف فيها هو مخلوع ومبغوض وما عارفش شنو كتقول، وهما عاد كيهضروا غادي يبانوا ليهم الجنود الالمان من النافذه والذي تخرجوا من واحد الباب سري باش يهرب. هي ما قدرتش تهرب، غادي يدخلوا عليها الجنود الالمان وغادي يقتلوها. غادي يجي هارب الطفل من القريه وغادي يدور موراه، غادي يشوف الجنود الالمان كيحرقوا القريه ديالو. هارب في القريه حتى تلفهم مابقاش عارفين طريق يشد، خلاص في وسط الغابه بوحديته حتى واحد ما معاه، وبدا كيعيط عند الام ديالو اللي ما جاوبو حتى شي واحد، وتما بقى الليل كامل حتى صباح الحال. مع حل عينيه غادي يدوز محدا مجموعه الجنود الالمان ويتخبى منهم الزربه تحت جده بواحد الشجره. كان خايف منهم بزاف لدرجه داز محدا واحد الثعبان ودار يدو على فمو باش ما يغوتش، حيت واخا كان عارف الثعبان خطير ولكن الجنود خطر منه اللي قتلوا ليه الام ديالو واهل القريه كاملين. بدا كيتسناهم حتى مشى للبلاصه اللي كانوا جالسين فيها، وبدا كياكل البقايا ديال الطعام اللي خلاوها موراهم حيت من البارح ما كلا شي حاجه. غادي يدوز النهار كامل في الغابه ولا يبان لينا انه مسخسخ وعيان ديال بصح، ومن كثره الجوع بدا كياكل اللي لقاه في الطريق. وفجاه غادي يوقع انفجار كبير حداه اللي طاح واثر الانفجار الحواس ديالو. بدا كيتخيل بلا شي واحد كيراقبو، واللي بدا كيهدو بالعصا اللي في يدو وكيقول له بانها بندقيه. شويه بدا هار وبدا كيجري في الغابه حتى بدا النعاس بقوه العيا، وهو ناعس بدا كيحلم بالام ديالو وخوه. وفجاه غادي يفيق ولقى واحد القنفذ قدامه اللي قال له سير خبر الشعب بان الجنود راهم جايين باش يردوا بالهم. شويه ودازت محدا واحد الدوريه روسيه اللي لقاوه فاقد الوعي، وغادي يهزوه وداوه للمقر ديالو عند القائد كوزنيتسو اللي بدا كيطمئن فيه وقال له ما تخافش ولك دابا مع اصدقاء ديالك وما كاينش شي واحد غادي يأذي، سير بيه بكل براءه. غادي يقول عند القائد بانني صيفط لك رساله مع القنفذ واكيد هي وصلتك داكشي علاش جيتو نقتلوني. بدا كيضحك القائد ويسولو على الاسم ديالو واللي قال له سيرغي شيشكين، وانا الجنود كاملين ولاو كيبغيوه. البراءه والشجاعه ديالو واخا هو صغير، وبغاو يعوضوه على الفقدان الاهل ديالو، وحتى القائد براسو بدا كيحبو قال له ما تبكيش حيت الرجال ما كيبكيوش. وكنشوف واحد الجندي هو كيكتب رساله للاهل ديالو اللي قال لهم فيها باش يصيفطوا ليه ملابس ديال الدراري الصغار بالسيربي، وحتى الجندي ايغور غادي يصنع ليه السفاره ديال الخشب باش يخلع بها الجنود الالمان. من بعد غادي ياخذوا سيرغي للمستشفى واللي غادي يتلاقى تما مع الممرضه العسكريه كاتيا اللي تبدا تعتني به، واللي طلب منها باش ترسم ليه دبابه. وبسبب البراءه ديالو غادي يبداو كيبغيوه الجميع اللي كانوا في المستشفى. وفي اليوم التالي القائد كوزنيتسو غادي يمشي باش يزور سيرغي، واللي غادي يلقى في المستشفى الممرضه والجنود المرضى لقى واحد المعزه وكيعتنيو بها، اللي ضحك معاهم وقال لهم بان التعزيزات وصلت، ودخل لداخل باش يزور سيرغي. قال له باش غادي تكبر غادي تولي القائد بحالي. سيرغي مع شاف القائد قال لي انا كنخاف من اليباري، واللي القائد قال لي حتى انا. وانا سيرغي قال لي معليش واخا كنخافوا منها ما خاصناش نبكيو، خاصنا نصبروا. من بعد القائد حيد الرصاص من المسدس وعطاه لسيرغي باش يلعب به، اللي فرح بزاف من عطاه المسدس. وحتى سيرغي ورى للقائد الدبابه اللي في كرشو واللي رسمها صادو للممرضه كاتيا، وقال لي شتي حتى انا عندي السلاح ماشي غير نتايا. حتى القائد غادي يرسم ليه الطياره على يده. من بعد غادي يمشي عند كاتيا الذي طلب منه باش يخليه في المعسكر حيتاش كاملين ولا عندهم عزيز وما سخاوش به وكيوانسهم، ولكن القائد ما بغاش حيتاش كان باغي يديه لشي ملجا ديال الايتام باش يعيش حياته بحالو بحال الناس وما يكونش في خطر. نرجعوا ليه هو كيلعب مع الجنود واللي عطاو له منظار هديه وعطاو له ياكل، واللي ولاو ديما فوق الفراغ ديالهم كيجيو يلعبوا معاه في المستشفى. وبكثرة من الجنود ولاو كيبغيوه بزاف ورباو عليه الكبده. غادي يمشي يقول للقائد باش يرغبوا يخليه معاهم في المعسكر، واللي قال له بانه كيخفف ضغط الحرب عليهم. ولكن القائد كان مصمم باش يصيفطوا لشي ملجا لمصلحته باش يبقى تما في امان، وبان هنايا خطر عليه. وفي اليوم الثاني الالمان غادي يهاجموا مقر ديال روسيا واللي غادي يتصابوا فيها بزاف ديال الجنود. وكنشوفوا العربيه جات اللي غادي تدي سيربي للملجا ودعوا القائد وغادي يعطيه مسدس ديال الخشب هديه وقال له احتفظ به. سيربي هنايا غادي يعنق القائد وقال ليه بان عمر شي واحد ما تعامل معايا هذه المعامله ديال. القائد بقى فيه الحال وقرر باش يتبناه ويحسبه بحال ولده، وهكا غادي يخليه معاه في المعسكر. هادشي خلى الجنود فرحانين بزاف حيت سيربي غادي يبقى معاهم، وغادي يمشيو عند الخياط المعسكر اللي غادي يخيط ليه واحد البدله عسكريه
على قده، واللي بدا كيلعب مع القائد وقال لي خاصك تلبس البدله ديالك قبل 45 ثانيه، واللي العبار ديالها بهاد الوقيده هادي هي تصطفى خاصك تكون ساليتي الحوايج. ولسوء الحظ الباكيه ديال الوقيت كامله خوات، وسيربي مازال ما لبس حوايج. كنشوفو سيربي هو كيدور المعسكر كامل بالكسوه ديال العسكريه ديالو الجديده وفرحان بها، وفجاه غادي تدار واحد الطائره المانيه اللي تبدا كتقذف عليهم بالقنابل. اللي خافوا الجنود بزاف على سيربي وخبعوه في واحد البلاصه مامنه، وغادي يمشيو يحاربوا اللي غادي يتصابوا منهم عدد كبير. كنشوفوا دابا سيربي هو كيحاول يعاونهم، اللي بدا كيجيب لهم الماء، وواحد من الجنود عطاه رساله باش يقراها ليه حيت كان متصاب في عينه، ولكن سيربي ما كانش كيعرف يقرا. داكشي علاش بدا كيقرا ليه من راسو وكيختار قصه، واللي قال ليه البقره ديالك ولدات ولات كتجيب حليب بزاف. بدا كيضحك الجندي حيتاش ما كانش عنده بقره، وهنايا سمعوا الجنود كاملين وبداو كيضحكوا، ولكل واحد منهم عطاو له الرساله ديالو باش يقراها ليه الطريقه ديالو. ونرجعوا للقائد اللي كان معجب بزاف بكاتيا وحتى هي معجبه به. وفي اللحظه اللي كان القائد غادي يزعم ويعبر ليها، سيربي غادي يفيق اللي كان ناعس ليها على حجرها، اللي مع شاف القائد عنقو وقال لي انا كنت مخلوع عليك، وجا ماشي معاه وكيعتبره بحال الرفيق ديالو رايزو. وفي هذه اللحظه غادي يعلمو اول درس ليه، واللي قال لي باش تكون امام الشهداء خاصك تحيد القبعه احترام ليهم. من بعد بدا كيحسن اللحيه كباقي الجنود وكيأدي التحيه كل صباح. من بعد غادي يمشي عند القائد اللي غادي يقول لي خاصك تكلفني بشي مهمه، وغادي يكلفو بتوزيع الرسائل على الجنود، واللي غادي يكون كيقوم بالمهمه ديالو على اكمل وجه. والجنود كاملين فرحانين به، وخاصه الجندي ارتيمينكو اللي فين ما كيجيب له شي رساله كيبدا كيشطح قدامه وكيقول له خاصك تشطح معايا. وفي واحد النهار وسيربي كيلعب بالمنظار ديالو غادي يشوف واحد الرجيل محشيه في العشب، غادي يرجع كيجري للجنود اللي غادي يخبرهم، ولكن كانوا عادين عليه كيضحك. ولكن غادي يديروا له خاطر وغادي يمشيو معاه. اللي غادي يخبطوا جوج الجنود المان اللي كانوا كيحاولوا يتجسسوا ويرسموا خريطه حول المقر باش المدافع ديالهم تهجم بدقه على المقر. من بعد غادي يشكروا جميع الجنود على الذكاء ديالو وشجاعته وينقادوا للمعسكر. وفي اليوم التالي كيف العاده كيفرق الرسائل ديالو على الجنود، وكان كيعيط على ارتيمينكو اللي كانت عنده رساله ليه. يسول عليه ايغور وقال ليه راه مات، وانا غادي يحيد القبعه ديالو احتراما ليه كيف ما علموا القائد ديالو اولا الاب ديالو. ونرجعوا للقائد اللي كان فخور بزاف بسيربي، ولكن سيربي هنايا غادي يقول لي ما تبقاش تعاملني كطفل، ولكن انا راني جندي وحتى انا خاصني شاره وسلاح حقيقي. القائد غادي يشوف المساعد ديالو غادي يقول له شتي تصوضوا هذا شويه غادي يطلب لنا شي مدفع. ومن بعد وراه اوراق التبني ديالو، قال لي بانك وليتي ولدي رسميا، وطلب منه باش يوريه الوراق الكاتيه حيتاش كتبغيه، واللي كانت كتبغي حتى القائد براسو، واللي قال له بانني شفتها كتبكي. والقائد قال له باينه غادي يكون يدخل ليها التراب في عينيها، اللي من بعد خداها باش يعترف بحبه ليها. ولكن باش وصلوا عندها لقاوها واقفه مع واحد الجندي وشاده الورد في يديها، اعتقدوا انها كانت في علاقه معاه. ورجعوا غضبانين لدرجه القائد ما بقى لا كياكل لا كيجي النعاس وتخوشش في دماغه شويه. وغادي يهجم الجنود الالمان على المعسكر، واللي كنشوفوا سيربي هو كيوصل لهم الذخيره للخنادق. كانوا خايفين عليه، واللي غادي يطلبوا منه باش يرجع للخيمه مع القائد. باش يرجع عند القائد لقاه غضبان ديال بصح حيتاش فقد الاتصال مع القائد الاعلى بسبب قطع اسلاك الاتصالات. غادي يمشي جندي باش يصلح السلوكه ديال الاتصالات، وغادي يمشي مورا سيربي اللي غادي يلقاه تصاب وما قادرش يكمل المهمه، اللي غادي يعرف منه كيفاش يقاد السلوكه، وغادي يقدهم وغادي يرجع الاتصال للقائد. وهكا غادي يكون السبب باش يتواصل مع القائد الاعلى، وغادي يطلب منه الدعم، وغادي يكون السبب في انقاذ جميع الجنود اللي كانوا في داك المقر. وفي واحد الليله غادي نشوفوا سيربي مع واحد الجندي شاعل العافيه، واللي غادي يسولوا على شنو هو الحب، واللي قال له الجندي بان الحب حاجه معقده وصعيب باش تفهمها، وقال له بان بشي مره كيكون زوين وبشي مره كيكون خايب لدرجه ما كيخلي بنادم لا ياكل لا ينعس. وهكا سيربي غادي يفهم الحاله اللي كان فيها الاب ديالو، واللي غادي يقرر باش يعاونو. غادي يمشي عند كاسيا وغادي يقول ليها بان القائد ما كيعرف لا ياكل لا ينعس، بان الحاله ديالو باينه خطيره وخاصنا نتعاونوا معاه. مشات لعندو كاسيا، ولكن القائد بغى يدير فيها عزه نفسي حيت كان عاد بانها كتبغي شي واحد خور. وباش شافها تقلقات وغضبات منه غادي يعترف ليها بحبه، قال ليها بانني باغا نتزوج به وبغيتك تكوني ام سيربي. وافقت، وغادي يقاطعهم واحد الجندي برساله للقائد بانه خاصو ينقل المقر لبلاصه اخرى. في نفس الوقت اللي القائد كان غارق مع كاسيا غادي يوصل كوليا مربي الكلاب، وبدا كيشرح لسيربي كيفاش الكلاب كتقدر تنقل ضحايا والجرحى من الحرب، كتاخذهم من منطقه امنه. وهكا الطفل اللي داخل سيربي غادي يطلع وقال له خاصني ضروري ما نجربها. اللي معركب عليها الكلاب غادي تشوف واحد القطه وبدات كطاردها، واللي كان جرى معها سيربي منطقه الالغام. وغادي يظهر رايزو اللي غادي ينقذ سيربي في اخر لحظه. وفي اليوم التالي وهما في طريقهم للمكان الجديد غادي تدوز واحد الشاحنه على واحد اللغم اللي غادي ينفجر فيها، واللي تصابوا في هذا الانفجار بزاف د الجنود، منهم جنود كان سيربي كيعرفهم واللي حسن بزاف من الموت ديالهم. وحتى القائد تصاب وكان خايف بزاف على سيربي وغادي يعنقوا حيت سيربي كان خايف عليه. كملوا طريقهم للقاعده الجديده ونقلوا معاهم المصابين، واللي تما تلاقاو مع الجنرال المسؤول على القاعده واللي تعجب بزاف بسيربي وهنأ الاب ديالو على ذكاء سيربي اللي يقدر يقنع الجنرال باش يخلي القائد على راس القائمه الخاصه بالامدادات بعد ما طالع الجنود وعرف الاحتياجات ديالهم.
ديالهم، وفي اليوم التالي قاموا بتكريم الجنود وفرقوا عليهم أوسمة الشرف، ومنهم سيربي اللي خدا الوسام ديالو هو كيأدي التحية العسكرية وكيأدي القسم والولاء لحماية البلاد. وفي ديك الليلة غادي يهاجموا القاعدة الجديدة وغادي يكون القائد تحت الحطام، وبدا كيحاول سيربي باش يعاونو حتى تصابت يدو، وبدا كيغوت وكيعيط للجنود باش يجيو يساعدوه اللي قدروا ينقذوا القائد. وفي الصباح مشى سيربي باش يزورو وبدا كيبكي مني شافو ديك الحالة، ولكن هي القائد قال ليه ما تبكيش حيت الرجال ما كيبكيوش. واللي كان سيربي هو مصدر الهام للجنود الروس، واللي حتى سيربي كان كيعتبر الجنود وكاسيا هو القائد عائله ديالو، واللي غادي يحارب معاهم في معركه ستالينغراد، وغادي يمشي معاهم حتى وصلوا لبولندا، تزوج باصغر بطل في الحرب العالميه العظمى. وباش تسالت الحرب غادي يكمل سيربي الدراسه ديالو واللي غادي يتخصص في مكافحه الجريمه. وهكا غادي نكونوا سالينا القصه ديالنا، وما تنساوش تدعمونا بجيم وكومونتير وديروا المتابعه باش يوصلوكم السونات بعقل. والسلام عليكم.